شهد ما قاله هذا الشخص الذي يعمل في مجال اللحوم عن الارتفاع المفاجئ لسعر اللحوم والدجاج قبل بداية رمضان. اليوم في الدجاج. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم بوشري حاج ميلود امير الدجاج. اليوم جينا نحكو على الارتفاع المفرط اللي صرا اليوم في الدجاج. ماشي اليوم، هاد لا سيمان كيفاه السبت اللي فات باعناه 28900، اليوم راه داير 42000. بون السبب الرئيسي اللي يعرفه كل فلاح، غادي نادريسو الفلاحه هما الاولى ومن موراها نادريسو الزبون ونديروا الحل. المشكل الاول سلعه المعالم وجدت، ما كان لا عرض لا طلب. حنا نعرفوا بلي السوق يخضع العرض والطلب. شاولا سلعه المعالم وجدت حبيبي. الفلاحه غادي نديروا مقاطعه، حنا غادي نطالبوا الناس باش دير مقاطعه وانتم ما تزعفوش منا. فهمك على ما غاديش تزعف مني، لاخاطش انت سلعتك بعتها ب 18 و 17 و 19 و 20 صحيح. غربلوا كاع الفلاحه الصغار تاع 4000 4500 5000 6000 غربلوهم غايه في هذه عامين، من بعد خرجوا هادو الديابه. كيف البارح انا مسجل في لانكار فيه 50000 تتقول لي ما كاش الدجاج، معمر سيد معمر 50000، واحد اخر ثاني عنده 50000. نعلو الشيطان راكم يتهبلوا، هذا رمضان، نعلو الشيطان رانا في رمضان، هذا رمضان. خويا راك باغي تغلي الدجاج باغي ترد خسارتك ردها في الصيف، معليش في الصيف تقول لي ياكل خبز بالطوماطيس والبصله وراه كالي. هذا رمضان الانسان يتشهى والدجاج فهمتك. ما تجي زعما غادي واحدين يخرجوا لي في لي كومونتير كي كان الدجاج طايح انت وين كنت طايح، انا وين كنت؟ انا كنت نبيع حبيبي، انا كنت نبيع ونخدم وكاع الناس تاكل وكاع والدنيا هانيه والسماء زرقاء كما قال لك.